السلام عليكم. اول حاجه بعدا بغيت نقول تحيه لكاع المغاربه اللي كيتفرجوا معنا في هذا المنبر الصحفي. اليوم ان شاء الله لعبه المغرب ضد بلجيكا، ان شاء الله غتكون مربوحه. هادشي اللي كنتمناو، كنساندوا المنتخب بكاع القلب ديالنا، رغم واخا كانت الماتش اللي فات خسرنا، ماشي خسرنا، المهم نقدروا نقولوا تعادل، ولكن ما غنقولوش تعادل سلبي، حيت على الاقل ربحنا بوان وشي حاجه اللي ماشي سهله. المنتخب الكرواتي حتى هو قدم واحد المستوى زوين، وحنا حتى حنا نافسنا ذاك المنتخب، حيت كانوا لعابه. حتى حنا الحمد لله عندنا لعابه على المستوى العالمي، عندنا حكيمي، عندنا زياش، عندنا لعابه زوينين، ولكن الكرواتيه حتى هي عندها لعابه زوينين، عندها مودريتش يلعب مع الريال، كلشي عارفو، ما كاينش حتى واحد ما عارفو. وان شاء الله تنتمناو تكون مقابله زوينه، وان شاء الله غنربحوا بلجيكا بشي نتيجه مزيانه وغنتاهلوا. هادشي اللي بغينا. معكم مروان فاتحي، من الناس اللي جايين باش يشجعوا المنتخب الوطني المغربي في المباراه اللي لاعبين اليوم في كاس العالم. كنتمنوا ان شاء الله التوفيق للناخب الوطني، المنتخب الوطني عفوا، وكنتمنوا انهم يخرجوا بشي نتيجه اللي هي زوينه ومشرفه، وكنتمنوا لهم التوفيق والله ييسر الامور. تبارك الله عليك. ان شاء الله المنتخب الوطني يخرج غالب بواحد، رغم ان المنتخب البلجيكي قوي. يعني نتمنوا انه يخرج غالب بواحد باش يزيدوا الحظوظ ديالنا في التاهل ديال كاس العالم. وشكرا لكم. السلام عليكم، معكم زكريا الواعي من مدينه بني ملال. حنا جينا نشجعوا المنتخب الوطني وفخورين ان شاء الله بالمنتخب، وان شاء الله غادي نديروا شي نتيجه مادام تعادلنا مع كرواتيا، وراه كرواتيا معروفه، راه فرقه تبارك الله، عندهم لعابه واعرين وهم كلاسين. نتمنوا هذا العام تكون شي حاجه مزيانه وتنشجعوا المنتخب.